مبروك للمنتخب المغربي بهذا الفوز الجميل. حقيقة فرحونا بزاف بأداء ونتيجة. واخا كنا كنخافوا شويه من النتيجه، زعما على حساب يقدر يخرجوا ويتهربوا، ولكن الحمد لله نتيجه مزيانه وفوز جميل، ومبروك للمنتخب المغربي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا النهار هذا ما كيتوصفش لينا بزاف، فرحانين من كل القلب ديالنا، دعينا في الصلوات وربي ما خيبناش، وغنشجعوهم الى اخر رمق. وفيفا ماروك وعاش الملك. فرحانين بزاف اليوم. المنتخب اول مره تيفرحنا من 86، وتنتمناو ان شاء الله يدوز للدور الثاني، ومن بعد الدور الثاني ان شاء الله نلعبوا حتى النهائي. والله يفرحنا دائما نكونوا فرحانين. الله يحفظك اخويا. الحمد لله. بلجيكا اليوم، نهار الخميس كندا حتى هي. ديما مغرب من الحاجب، ديما مغرب. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا هذا الفوز اللي حقه المنتخب الوطني المغربي على نظيره البلجيكي يعتبر واحد خطوه اساسيه ان شاء الله لتجاوز الدور الثاني. ان شاء الله المغاربه سيقولون كلمتهم في هذه المسابقه الدوليه. اتمنى من كل قلبي للعناصر الوطنيه ان تحقق فوزا تلو الاخر، لانها تستحق، لان لعبت بكل جداره واستحقاق. تحيه كبيره للشعب المغربي، ونهدي هذا الانتصار لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله. واننا جد فخورون بمنتخبنا. ان شاء الله سنقول كلمتنا وسنكون في المربع الذهبي ان شاء الله. فيف لو ماروك. كما شاهدنا كاملين اليوم فوز المنتخب المغربي على نظيره البلجيكي. كنا في المستوى، كان الجمهور، كان المدرب، كان الطاقم التقني، كما لاحظ الجميع. فمقابله في المستوى، مقابله تاريخيه. شكرا وليد الركراكي، شكرا للاعبين، شكرا خاص للجماهير، شكرا للناس ديال الاعلام اللي متبعين الحدث، وتحيه كبيره لهذا الجمهور اللي هو خرج اليوم يحتفل بالفوز التاريخي اللي سبق، اللي ما عمر عشناه صراحه، باش اننا نفوزوا على بلجيكا. فهذا انجاز كبير. شكرا للاخ عماد وتحياتي، وشكرا للاخبار 7. حنا كنحبوا المغرب ديالنا حيتاش فرحنا وفرح هذا الجمهور السعيد، وكنشكروا المغاربه بزاف واللعابه اللي قدموا هذا الاداء الجيد. حنايا فرحانين بالانتصار والحاج كله فرحان، وكنتمناو ان شاء الله نغلبوا حتى هولندا، والله ينصر سيدنا سيدي محمد. السلام عليكم. اليوم كان ماتش في غايه في الروعه، بالخصوص الهجوم ديال المنتخب المغربي، وفي البيت الاول اللي ماركا الصابري، بحكم ان البيت الاول اللي تلغى حيت تقاص داك اللاعب في ظهره. المهم كانت مباراة واعرة بزاف. السلام عليكم. مرحبا بكم. معكم حمزه حريشي من مدينه الحاجب. الحمد لله كانت المباراه شيقه، وكانت كان تشويق في المباراه ما بين المغرب وبلجيكا، والحمد لله المنتخب المغربي حظى بواحد النتيجه زوينه، وان شاء الله كنتمناو غادي يكون فوز اخر، ونتمنوا ان شاء الله المنتخب المغربي انه يدوز للفينال، ولما لا كاس العالم ان شاء الله. والحمد لله النتيجه كانت مقبوله، وكاع الجمهور المغربي فرحان بهذه النتيجه. الحمد لله من بعد انتهاء ديال هذه المباراه جينا لهذا المنتزه ديال هاد منتزعين الذهبه اللي كيتواجد في مدينه الحاجب، وكما كتشوفوا كاع الناس هنايا معنا، وكاع الاخوان كاينين هنا حاضرين بعد نهايه المباراه، وهذا الشيء اللي كاين. السلام عليكم. من هذا المنبر كنشكر المنتخب المغربي ديالنا اللي فرحنا وبيضنا وجهنا وعلى الرايه. نتمنى ان شاء الله يا ربي يكمل القدام ان شاء الله، ونجيبوا حتى حنا الكاس ديال العالم، ويزيد يفرحنا، والله يخلينا بلادنا وملكنا، وتنتمنى الخير للمغرب كامل ووليدات كاملين، وهذا الشيء اللي غنقول. اولا كنشكروا المنتخب الوطني على الاداء القيم اللي قدموه في المباراه ضد المنتخب البلجيكي، وحنا فرحانين بزاف بالاداء اللي قدموه الدراري. لعبوا مباراه جد رائعه وفي المستوى، وفرحونا كاملين كما كتشوفوا. المغاربه كاملين فرحوا بهذا الانتصار هذا، وجينا دابا العين ديبا باش نفوزوا شي شويه، باش عاوتاني نساو عاوتاني شويه المشاكل ديال السيمانه، وهذا بالاضافه للفرحه مع المنتخب الوطني وديما مغرب. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنقدم التهاني ديالي للشعب المغربي والمنتخب المغربي اللي ابان عن جداره واستحقاق. حنا كنستحقوا اكثر من 2 ديال الاهداف. في الحقيقه المباراه كانت من الاول ديالها حتى الاخر ديالها كان المغرب مسيطر، سيطره تامه. اذا فالفوز هذا
وماشي فوز يعني جاء من فراغ، ولكن فوز يعني عن استحقاق وجدارة يعني. فالمغرب سيطر من بدايه المباراه حتى النهايه ديالو وفوز مستحق. وتحيه للشعب المغربي والفريق المغربي والمدرب كذلك، وكنتمناو ان شاء الله يكون الكاس العالم من نصيب المغرب. وعلاش لا، ابان يعني على ان قادر يعني يسجل اهداف، وقادر يزلزل الخصم ديالو، قادر يوصل يعني للنهايه. وكنتمناو ان شاء الله الخير، وكنتمناو يكون الكاس العالم من نصيب المغرب. وعاش الملك وعاش الكره المغربيه.